بسم الله الرحمن الرحيم. حابب نتكلم مع بعض في سلسلة الفيديوهات ديت في فن العمارة عن ازاي تعمل اظهار معماري وتصميم داخلي، لكن مش من متابعة فيديوهات بقى. انك تطلع الحاجة الشخصية بتاعتك، انت تطلع الحاجة زي ما بيقولوا الفن الابداعي بتاعك. تمام. وده الهدف الاساسي من تقديمنا للدورة دي. احنا كنا بادئين اصلا، يعني مخبيش عليك، احنا كنا بادئين هنا في القناة اللي احنا نعمل سلسلة فيديوهات تصميم اظهار معماري وتصميم داخلي. تمام. لكن وقفت الفيديوهات ديت لسبب واحد بس، ان معظم الناس في الفيديوهات بتحب بتقلد او يعني بتقلد الفيديو بعد ما بيخلص. ممكن مثلا بعد ما اعمل الفيديو دوت او اعمل صورة زي ديت وانت تتابعها، تمام، ممكن تعملها، بس بعد كده مبتبقاش عارف انت هتعمل ايه بعد ما بتتابع دورة. مثلا ممكن تقعد معاك بتاع ساعتين 3 ساعات، لان معظم الحاجات ديت عشان تطلع بالتفاصيل دي ممكن تقعد معاك يعني ساعتين 3 ساعات 4 ساعات. في بعض الحاجات اللي فيها التفاصيل ممكن تقعد اكتر من كده بكتير، ممكن تقعد ايام. تمام. فانت تابعت دورة ونفذتها بالفعل كل حاجة. ايه اللي بعد كده؟ اللي بعد كده انت اللي المفروض اصلا تطلع الفكرة بتاعتك او الفن المعماري اللي انت عاوز تطلعه، او حاجة فكرة في دماغك ابداعية عاوز تطلعها. ده فكرة زيت الفيديوهات اللي احنا هنقدمها دي مقدمة بسيطة للباقي الشغل بتاعنا. تمام. كنا الاول قبل ما يعني احنا كنا هنرفع سلسلة فيديوهات اصلا تعليمية ازاي اظهار معماري وتصميم داخلي قبل ما اقدم الدورة دي، او قبل ما اقدم سلسلة الفيديوهات اللي هي المقدمة للدورة. والسبب ان انا ما كنتش عايزك تبقى متابع وخلاص. السبب اللي انا كنت عايزك تبقى عارف احنا ليه هنحط الشجرة دي هنا، ليه نحط ليه تلوين معين. انا مش جايب بس صور نهائية، أنا جايب من قلب الشغل ذات نفسه، لأن معظمهم كان لسه ما تقفلوش. لكن ما علينا. أنا القصة كلها اللي أنت تبقى أنت عارف، وأنت يا إما بقى تابعت دورة يا إما أنت بدأت خالص شغل من أول لآخر، تبقى أنت عارف أنت بتحط الشجر هنا ليه أو بمقدار قد إيه، والشجر هنا. تعالى مثلا نشوف اللي بعدها. ده نفس الصورة أو نفس زاوية تانية أو نفس الزاوية تقريبا اللي بادئين بها اللي فوق في السلايد اللي فوق. تمام. تبقى انت عارف الشجرة دي محطوطة ليه، وايه التوازن اللي هي عاملاه اصلا في الصورة او في طريقة زاويتك الشوت بتاعك بتاع الكاميرا. انت اخد برة، فانت ليه دي وزنت الموضوع، ما كانتش هنا مثلا، ما كانش في هنا شجرة كبيرة ليه كده. تمام. صورة تانية اللي احنا في عندك هنا ده طبعا برضو نفس نظام الشجرة. ليه هنا انا منور النور بتاعي هنا، مع ان انا اصلا ممكن انا في وقت النهار. فده اصلا بالنسبة للناس اللي المفروض يعني في بديهيات غلط، يعني اللي هو المفروض النور ده بيبقى بالليل. ف فليه المصممين بيختاروا ساعة معينة زي بيسموها الساعة الزرقاء مثلا، علشان يقدروا يظهروا في التصميم الداخلي والتصميم الخارجي في نفس الوقت، وفي نفس الوقت يقدروا يشغلوا فيه لمبات. ليه اصلا اللمبات هنا زي ما انتوا شايفينها كده قلب على اصفر شوية، ورمي زي ما بيقولوا. وفي الساعة دي تحديدا تم فتح الانوار. فانت تبقى فاهم ليه استخدمت التكستشرز دي اصلا، والالوان اللون دوت شغال مع اللون ده ازاي، ولو لون تاني ممكن ما يشتغلش معاه ويبوظ لك الفكرة. تمام. مثلا بس برضو طبعا كل ده نفس اسم الهاوس، اسمه كوينز
كوينز تاون هاوس ده تبع فنان على بيهانس اسمه، يعني هسيب لكم اللينك بتاع البروفايل بتاعه على في الديسكريبشن. تمام. في حاجة مثلا زي التصميم الداخلي بتاعك، هتلاقي ازاي ليه انا اخترت او ليه هو اختار التصميم ده بتاع الكراسي هنا على البول، هنا على الحمام السباحة. لو انت لاحظت هتلاقي جوه في التصميم الداخلي مختار حاجات تانية خالص. الموضوع هنا مش الموضوع اللي احنا نقلد. انا عشان كده ما بدأتش بالفيديوهات التانية بتاعة التصميم على طول ونبدأ نشتغل يلا وده نشتغل كده. احنا عايزين مثلا نعمل حاجة زي دي، نبدأ نشتغل وتمام وعملنا رادارنا وكل حاجة. طب انت ابدأ طبق بعدين في حاجة لك مع نفسك، هتلاقي الموضوع صعب. ليه الموضوع صعب؟ لان انت ما فهمتش اساسيات الحاجة اللي انت شغال عليها، هي اساسيات العمارة، فن العمارة. لان الموضوع كبير، الموضوع متشعب ومحتاج عارف انت لما تيجي بتذاكر مع واحد صاحبك، اعتبر الدورة دي او المقدمة دي انه انت بتذاكر مع واحد صاحبك بس. تمام. احنا بدينا الدورة ديت عشان نبدأ نصمم عليها شغل 3D، فنبقى فاهمين الدنيا. في ناس ممكن تاخد الموضوع دوت زي المهندس المدني وزي المهندس المعماري، ده اصلا في شغله تمام. لكن في ناس مبتدئ اصلا، فيهمك الموضوع دوت اللي انت تبقى فاهم، اللي انت مهما كان عندك صور انسبيريشن او صور مراجعة ومفيش عندك الاساسيات بتاعت انا ليه بستخدم ده هنا وليه بستخدم الالوان وازاي اظبط الاضاءة وازاي اجيب كذا وازاي اجيب كذا وازاي اجيب كذا، الموضوع هيبقى صعب شوية. مش من ناحية التطبيق، انت ممكن تطبق بالفعل زي الكتاب ما بيقول، تطبق نفس الصورة دي بالظبط، لكن هتبقى ناقصك حاجات كتير في الإبداع مش في التطبيق. ودي ركز على الحتة دي جدا. الإبداع دوت هيخليك تظبط البروفايل بتاعك جدا، تبدأ تقدم في شركات، تبدأ أنت بتطلع حاجة أصلا خاصة بيك. فمن هنا بتبدأ الإبداع. الإبداع ما بيجيش إلا لما بتبقى فاهم أسس تصميم. طول ما أنت فاهم أسس تصميم هيجي معاك شوية الإبداع، شوية الكرياتيفيتي. من غير شوية الأساسيات هتبقى أنت معتمد على تطبيق، يا إما فيديو قدامك، يا إما 2 فيديو، يا إما 3 فيديو، يا إما 4 فيديو، ومعتمد دايما اللي أنت تفضل تدخل على الورقة الريفرنس عشان تقلد بالظبط اللون اللي موجود هنا، بدون ما أعرف أنا ممكن كنت ممكن أستخدم لون تاني هنا ولا لأ. فاهم؟ أرجو بس الفكرة تكون وصلت يعني عشان ما أطولش فيها. تمام. فالمواقع دي برضو مهمة جدا، يعني مهمة جدا، مش معنى ان انت تتجاهلها، ده اصلا مهمة جدا، بس انا بتكلم ان انت تبدأ الحاجة الخاصة بيك. لو انت اعتمدت بس على المواقع ديت من غير فهم الاساسيات، الموضوع مش هيبقى مظبط معاك. تمام. نخش على بعده، واللي هو اساسيات العمارة. اساسيات العمارة عندنا او اساسيات فن العمارة، بحب اقول عليها فن العمارة لان هو فعلا فن. لك أن تتخيل أن الأرض كلها بما فيها على بعضها كده هي أصلا هي ماشية بالعمارة. هي العمارة أساس كل حاجة، سواء بقى من المباني قديمة، مباني الأهرامات ذات نفسها دي أساسيات عمارة. شوف بقى، أنت بتخيل بقى حد بقى من ارجع بقى 7000 سنة وتعالى لحد 2023 هتلاقي الناس كلها العمارة لازم 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 تكون موجودة في كل حاجة مرتبطة بالإنسان، سواء في إظهار معماري، سواء الموضوع ده أصلا كبيلدينج يعني زي في فيلا، سواء مثلا تصميمات لمطاعم، تصميمات مناطق سكنية، تصميم فيلا، تصميم بيوت حديثة وكده يعني. يبقى أساسات العمارة احنا هنقسمها على 5 حاجات. أول حاجة الإظهار المعماري. طبعا الإظهار المعماري ده احنا عارفين اللي هو فيلا، أي حاجة خارجية، أي تصوير خارجي زي الصور اللي احنا كنا مريها لكم من شوية.
طيب تاني حاجة التصميم الداخلي. تمام، التصميم الداخلي ده زي أي حاجة موجودة في بيتك، تمام، زي أوضة المعيشة، المطبخ، الحمام، الصالون. ده بالنسبة للبيت. بالنسبة للمناطق الفيلل مثلا ممكن يكون زي حمام السباحة، ممكن صالة ألعاب، أي حاجة داخلية، تصميم داخلي يعني تقريبا الكلمة مفهومة يعني. تالت حاجة بقى دي الإضاءة. الإضاءة طبعا هنا الإضاءة هنا شغالة معانا على على الإظهار المعماري وعلى التصميم الداخلي. تمام، يبقى الإضاءة معانا هنا شغالة على الاتنين، علشان الإضاءة مهمة جدا جدا جدا، ولما نوصل للدرس بتاعها هتستفيد جدا إن شاء الله، وأنا هستفيد برضه بوجودكم معايا. رابع حاجة الكاميرا برضه مهمة جدا جدا، ووضعها في المشهد أو نقطة تصويرك للمشهد بالكاميرا مهم جدا معنا. وآخر حاجة وهي مرحلة المعالجة والإخراج. وتعالى نقول هنا دي المرحلة على طول اللي بتبقى قبل رندر المشهد بتاعك. تمام، أهم حاجة هي بتاخد الأربع حاجات دي كلها وبتظبط لك المشهد اللي هو الإخراج عموما يعني. تمام، هنبدأ نتكلم في الفيديو الجاي إن شاء الله. نبدأ من أول حاجة معانا في الإظهار المعماري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.